مين؟ وسام ابو علي بتاع الاهلي. ازيك يا وسام؟ امال انت قاعد ليه في امريكا لحد دلوقتي؟ مش المفروض كنت نزلت مع الاهلي مصر؟ وبعدين التيشيرت الاصفر اللي انت لابسه ده، هو انت رحت الاسماعيلي ولا ايه؟ اسماعيل ايه بس يا عم ميسي؟ ده انا سبت الاهلي وجيت فريق هنا في امريكا اسمه كولومبوس كرو، وهو ده التيشيرت بتاعهم. وهنبقى زمايل بقى انا وانت في الدوري الامريكاني وهنخربها يا زميلي. يا عم روح، جاتك خيبه. في حد يسيب الاهلي ملك افريقيا ويجي يلعب في فرقه تعبانه في امريكا؟ شكلهم ضحكوا عليك زي ما ضحكوا عليا، وقالوا لي ده الدوري الامريكي قوي وحاجه من الاخر، وفي الاخر كله طلع كلام كده وزارت في الهواء الطلق. اللي انت بتقوله ده يا ميسي، انا ابتديت اتوغوش. ده نفس الكلمتين اللي اتقالوا لي بعد ما خلصنا بطولة كاس العالم للأندية مع الاهلي. بس انا الصراحة متفائل وهقضيها هنا في امريكا، فسح بقى وخروجات، وهكسر الدنيا مع الفريق الجديد بتاعي ده. يا وسام يا ابني، انا مش عايز احبطك. فسح ايه وخروجات ايه بس؟ انت هنا في امريكا اخرك المغرب في الطلوع بره بيتك، ولو فكرت تطلع الحرامية هنا هيثبتوك وهيبقلشوك وهياخدوا منك كل حاجة. ده انا لسه متثبت من نص ساعة مرتين، مرة اخدوا العربية وتاني مرة اخدوا الموبايل. يا سنة سوخة، لما انت يا مس بتتثبت امال انا هيعملوا معايا ايه؟ ده انا في مصر كنت بسهر لحد الفجر ولا حد بيقول لي بتعمل ايه. بس مش مشكلة، بلاها سهر وخروجات، وهو الواحد يوفر ويحوش له قرشين يكون بهم نفسه. كان غيرك اشطر يا حبيبي. ده انا لحد دلوقتي مش عارف احوش مليون دولار على بعض. اصل الضرايب هنا حرقة شوية، من الاخر بيقسموا معاك بالنص. لو خدت مليون دولار ياخدوا منها 500 ألف، وممكن يتلككوا لك وياخدوا منك 200 ألف ولا حاجة تاني ويقولوا لك دي دمغة ومصاريف إدارية. يا دي الخازوق المغري اللي ما كنتش عامل حسابه. ده انا في مصر بتوع الضرايب هم اللي كانوا بيدوني فلوس ويقولوا لي لو عايز تاني قول لنا. بس برضه عادي، هعيش هنا بلقمته وخلاص، بالكام الف اللي هيدوهم لي اكل واشرب والحمد لله على كده. انا الصراحه يا وسام يا اخويا مش عارفه اجيبها لك ازاي، بس لازم اقول لك علشان تبقى على نور. الكام الف اللي بتقول عليهم دول مش هيقضوك لا اكل ولا شرب. ده سندوتش الفول هنا ومن غير طحينه ب 650 دولار، تقولش فول من عند التبعي. وكوبايه الشاي على اعفن كافيه فيك يا امريكا ب 250 دولار، ده غير الكهرباء والغاز والبنزين. يا سوادي انا ياما، ليه يا عم ميسي؟ هو احنا في امريكا ولا في الساحل الشمالي؟ وبعدين لما الدنيا خربانه هنا على الاخر كده، امال انت قاعد تعمل ايه؟ للأسف مضطر، لأنه واخد قرض من البنك الأمريكي الزراعي ومش قادر أسدده لحد دلوقتي، وهم عاملين عليا حجز في المطار، ما ينفعش أمشي وأسيب البلد غير لما أسدده.